تعالوا بقى نعمل مع بعض البانيه بتتبيلة خطيرة هتخلي طعمها تحفة، وهتبقى معانا مقرمشة كده من بره، والتتبيلة داخله لها كده من جوه مديها طعم خطير. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي معلقة كبيرة من المستردة، ومعلقة كبيرة من المايونيز، شبت وبقدونس مجفف، جنزبيل وتوم باودر وبصل باودر، كمون وشطة، ومعايا عصير ليمون، ومعلقتين كبار من الخل. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي كده مع بعض لحد ما تتخلط كويس. وعندي بقى نص كيلو من البانيه هحطه على الخلطة بتاعتنا دي واقلبه كويس كده مع بعض، واسيبه يرتاح في التلاجة نص ساعة، وبعدين ارجع اعمله تاني. بعد كده بقى هقلبه في الدقيق، وبعد كده في البيض، وبعدين في البقسماط، لحد لما اخلص الكمية بتاعتي كلها. هدخله التلاجة تاني ربع ساعة. بعد ما اطلعه من التلاجة هقليه في زيت سخن لحد لما ياخد لون ذهبي كده من الجنبين، وهيطلع معانا بقى بانيه طعمه خطير مقرمش كده من بره، وتتبيله واصله له من جوه مديله طعم حلو قوي. جربوه وبألف هنا وشفا.